لما اجيت لأمريكا أول 3 سنوات اشتغلت مترجمة. هاي اشتغلت أول شي بالتنظيف لمدة 6 أشهر، بس بعدين حصلت إجازة أونلاين وامتحنت حتى أصير مترجمة للعيادات والأماكن المحكمة والأشياء يعني القانونية. المهم فكانوا أترجم لهم العرب بصورة عامة، مو بس العراقيين. إذا مرته مثلا دخلت تسوي تحليل وهو بقى قاعد، رأسا يقول لي: ست أروى تعالي عندنا للبيت أعزمك. فحتى يبطلون ضجت من قد ما يقولوا لي هيك من ورا مرته قاعد دا يطلع. فقلت له: زين بس بشرط تطبخ لي لحم خنزير. رأسا: استغفر الله. طبعا استغفر الله على لحم الخنزير، بس مو استغفر الله دا يخون مرته يطلع من وراها.